ليه بطلت محتوى الأغاني؟ ممكن يكون في ناس كتير سألت السؤال ده، بس يعني هو سؤال مش محتاج يتسأل يا جماعة، عشان حرام. بس خلصت خلصنا بجد. الفكرة كلها أنا حد من الناس كنت دايما بنزل محتوى أغاني وبنزل كتير بقى. أنا يعني بحب لما أنزل بقى أنزل صور وفيديوز كتير وبتاع. فالفكرة كلها كنت بنزل كتير لدرجة إن الريتش بتاع الأكاونت بدأ يظبط قوي، وخلاص بقى قاعد يجيلي ممكن في اليوم 1000 فولور وبتاع، وناس بقى تخش من كل حتة وحوارات من دي. فجيت قررت قلت كفاية كده قرف، ونعمل نغير المحتوى. بصراحة في ناس كتير ساعدتني في الحوار ده يعني، بس يعني هي كانت خطوة لازم تتاخد، يعني إذا كان دلوقتي أو بعدين، عشان كل دي ذنوب جارية عني، وأنا مش ضامن عمري بصراحة، ومش ضامن لما أطلع لربنا أقول له إيه. أقول له كنت بعمل محتوى أغاني وكنت بلم ذنوب عشان خاطر الناس تعرفني ومش عارف إيه. بصراحة قلت في نفسي طز في كل الكلام ده. دايما بفتكر الآية بتاعت فقلت كل الحوارات دي ملهاش لازمة، كل العك ده ملوش لازمة، كفاية. المهم وقفت محتوى الأغاني، نزلت محتوى قرآن، بقيت بعمل ريفيوز لأماكن. المهم يعني الحمد لله عملت محتوى جديد الناس حبته. كان بالنسبة لي بصراحة كده أحلى بكتير إن أنا أوقف بقى العك ده، وعلى الأقل حسنات جارية عني أنا وأهلي. ولما هاجي أقف قدام ربنا ويقول لي انت عملت محتوى وحش، هقول له وعملت محتوى رجعت فقت وعملت محتوى حلو. بصراحة يعني الحمد لله الحمد لله ربنا عوضني. انا راضي فعلا، راضي جدا بكل حاجة. وطبعا يعني في ناس كتير جدا احب ان انا اشكرها، بس يعني مش هذكرهم واحد واحد. شكرا ليكم بجد بجد، شكرا. واتمنى يكون محتوى خير ومحتوى الناس تحبني بيه. هو كده كده الناس مهم تحبني او لا، بس على الاقل لو الناس مش هتحبني فالناس مش هتكرهني بس.